مساء الفل والياسمين. والنهاردة لنا لقاء عن حلقة خاصة عن الدكتور المحترم الإعلامي حبيب المصريين الدكتور عمرو الليثي. زي ما شفتوا التقارير اللي عملناه وصورناه مش محتاج مني أي تعقيب، لكن أنا عايز أقول جملة واحدة، عايز أقف عند جملتين. أنا بعتبر ده جرس إنذار، هذا التقرير جرس إنذار للحكومة. نبذة مختصرة وسريعة عنه. الاسم عمرو ممدوح فؤاد الليثي، ولد يوم 30/5 عام 1970، وهو أستاذ مادة الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لعام 2013 عام 2014. بتشتكي من ايه؟ أسألك سؤال واحد بس. دولة ليها برلمان وليها مؤسسات عسكرية ومؤسسات أمنية خارجية وداخلية وليها 20 وزارة، حالها هيبقى بالوضع دوت وبالشكل ده ازاي؟ بالله عليك، قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره. ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فيينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. وهو رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية. الدكتور عمرو الليثي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما بتقدير جيد جدا عام 1990، وحاصل على ماجستير في علوم الإعلام عام 2001 من جامعة أدمس سمايس بأمريكا، وحاصل على الدكتوراه في مجال الإعلام التنموي من منظمة اليونسكو عام 2010. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذة رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه، والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع. هل ده يرضي ربنا؟ ده ربنا يوم القيامة هيجيب الناس يقول أين ملوك الأرض وحكامها لمن الملك اليوم؟ عشان الناس اللي مش لاقية والناس التعبانة وطالعين في التلفزيون مصر بتنهض. ويعمل أستاذا بالمعهد العالي للنقد الفني، وأستاذ بالمعهد العالي للسينما، وأستاذا بالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، ومستشارا للجنة الإعلام بمجلس النواب عام 2005. قام بتقديم وإعداد برنامج اختراق السياسي الشهير بالتلفزيون المصري عام 2001. سر ليبرتي أو السفينة ليبرتي كان عنوان أحد فصول كتاب 67 الانفجار للكاتب الكبير محمد حسن هيكل، وهو رئيس جمعية نهضة مصر الثقافية الفكرية الإعلامية، ومقدم برنامج واحد من الناس على قناة دريم وقناة الحياة حاليا، وهذا البرنامج الأكثر مشاهدة واللي بيحل مشاكل ناس كتير. كان مخرجا بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري، وكان مدير عام قناة MBC الفضائية بلندن من سنة 1991 لحد سنة 1999. مصر بتروح ومصر بتيجي وعمالك نرمي الفلوس في مشاريع قومية ملهاش لازمة، واحنا التعليم عندنا متدني لأسفل مما تتخيل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذة بني آدم مش متعلم؟ خريج ايه؟ ايه؟ أنا خريج توك توك، سيبني بس أكمل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذة بني آدم مش متعلم وجعان وصحته تعبانة واديله عمل له مشاريع قومية زي دي هيدخلني بيها في الحيطة؟ وقام بتأليف عدة كتب، أهمها كتاب نفوس عارية عام 1994، وكتاب القدس عام 1999، وكتاب أورشليم عام 1997، وكتاب اللي اختشوا ماتوا عام 2000، واختراق عام 2003، والعميل بابل 2008، واللحظات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 2009. وحصل على جوائز عديدة، منها جائزة أفضل مدير قناة تلفزيونية MBC عن عام 93 و94 و1995. حصل على جائزة أفضل مقدم برامج سياسية في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون من عام 2001 و2002 و2004. حاز على جائزة أفضل مقدم برنامج عام 2005 من كلية الطب جامعة عين شمس، وحصل على جائزة أفضل مقدم برامج
عام 2008 من جامعة الدول العربية. عين سفيرا لمنظمة الصحة العالمية للعطاء عام 2009 لحد عام 2010 بمنطقة الشرق الأوسط، وجوائز عديدة كثيرة. تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية عام 2012، واستقال من الفريق الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012. يعد الدكتور عمرو الليثي من أحد أشهر الإعلاميين المحترمين في اللقاءات مع المواطنين وحل مشاكل أغلب المواطنين البسطاء. دي كانت نبذة سريعة عن الدكتور المحترم عمرو الليثي.